مساء الخير. مثلا. استاذ محب مكرم، ايوه. ازي حضرتك يا فندم؟ مع حضرتك برنامج كريزو بالانجيل، احنا على اليوتيوب على الهوا. كان عندي سؤال بس لو امكن، كنت جايب رقم حضرتك من موقع الدليل القبطي، حضرتك من المتكلمين يعني. حضرتك مكتوب ان حضرتك يعني تخصصك في العقيده، مكتوب كده على الموقع وطقس. موقع ايه؟ الدليل القبطي. لا مش صح الكلام ده. مش حضرتك بدياكون في الكنيسه؟ لا دياكون؟ لا، ما تسألنيش، ما تاخدش مني اسئله خالص ولا اي كلام. ليه يا فندم؟ خلاص انا قلت لك لا، ما تجاوبش، تشرح لي كل ده. ايوه، ما انا عايز اعرف ليه حضرتك مش عايز تجاوب يعني. انا بسالك سؤال، حضرتك دياكون في جاوب الكنيسه؟ على ايه؟ هو حضرتك بتزعل ليه طيب؟ طيب اشكرك جدا يا استاذ. هو ده رد يا فندم؟ كتاب بيقول لك اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها تعالى. مش فاهم الراجل متعصب ليه؟ الو؟ ايوه. ايوه، هو حضرتك قفلت ليه يا فندم؟ كنت بكلمك. الو؟ انت مين؟ انت مين؟ هو انت اديت التليفون لحد تاني ولا ايه؟ مش حضرتك استاذ محب مكرم معايا؟ ايوه. ايوه يا فندم، انا مع حضرتك يا فندم برنامج اكرزوا بالانجيل. لا ما فيش. نعم؟ مش سامعك. مش هينفع الكلام؟ كلام ايه يا فندم؟ كان في نص يا فندم في الكتاب المقدس بيقول المعلق ملعون من الله. اهلا بيك. اصل هي جلسه بجلسه يعني. ما هو تلاقيه هو اللي قاعد في حته ما فيهاش شبكه، هتلاقيه قفل الراوتر. ده خادم قبطي متخصص في تأملات روحية وطقس وعقيدة في كنيسة الملاك تصون في شبرا في القاهرة.